السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديالي نهار جديد وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم اختي ديال المراه الحاده الاقتصاديه اللي كتوجد داكشي ديال وليداتها طبيعي بدون مواد كيماويه. كما كتشوفوا معنا اختي هذا الغلاء ديال الاسعار، قلنا ان شاء الله اليوم نصاوبوا حويجات هكا بيدينا، نستغلوا القول الحاجه اللي لقيناها رخيصه هكا نستغلوها ونوجدوا منها شي حويجه اللي تكون هكا زوينه وطريه وما فيهاش مواد حافظه. كما كتشوفوا معايا البنات عندي التشكيل هنايا، عندي اختي الفلفله الحاره، عندي هنايا القزبر ومعدنوس، عندي مطيشه سوغيز ومطيشه العاديه، عندي الفلافل اختي بجميع الانواع ديالهم اختي، لقيتهم رخاص واستغليت الفرصه وجبتهم باش نتشارك معكم حويجات باش هكا نقتصدوا اختي. راكم عارفين كلشي غالي، اللي حطيتي عليها يدك كتشويك. علاش اختي من هكا من لقاو الحاجه رخيصه نستغلوها؟ بسم الله على بركه الله البنات، نبداو الفيديو. اول حاجه البنات غنديرها هي انني غنصاوب لاصوص البنات، لاصوص هكا البيتزا، لاصوص هكا البيض ومطيشه. كما كتشوفوا معايا ديك الصوغي الصغيره البنات كتجي حلوه وزوينه الجميع لي صوص. هنايا البنات زدت عليها واحد البصله مشلضه وزدت عليها شويه ديال المعدنوس وواحد الكاس هكا ديال الماء باش ما تلصقش لينا البرمه من التحت. صافي البنات وغنديرها هكا تسلق. غندوز البنات لهاد المطيشه هذه العاديه، غنقسمها هكا لاربعه وغنحيد لها داك القلب ديالها. هذه البنات غنديرها ان شاء الله للحريره. هذيك اللي قلت لكم لي صوص درت فيها البصله والمعدوس، هذه البنات للحريره ما كندير فيها والو، كندير فيها غير هكا واحد شويه د الملحه ولا بلاش كاع تقدروا تستغنوا عليها. صافي حتى هي قطعتها حيدت لها ديك النباته الخضراء، درت فيها حتى هي واحد نص كاس ديال الماء ودرتها كتسلق. هنايا البنات لقيتها السوغيز راه دغيا البنات كتسلق. صافي البنات كما كتشوفوا معايا كنحرك فيها، لقيتها تشربات ديك الميه ديالها وديك البصيله طابت. صافي غنحط على تيساع هكا باش تبرد. وغندوز البنات للفلافل، كما كتشوفوا معايا البنات الفلافل غزالين من اللون ديالهم كيشهيو. واسمحوا لي الا كنت كنزرب عليكم من الهضره، رانا زربت الفيديو. والمهم كنتمنى تقبلوا على الفيديو ديالي، راكم عارفين هذه شحال ما بقيتش حطيت لكم في اليوتيوب البنات، ما كاينش التفاعل. وكنتمنى الا كان التفاعل في هذا الفيديو هذا وبارطاجيتوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم، ان شاء الله غنبقى ندير لكم ديما فيديوهات بحال هكا ديال الاقتصاد وكيفاش ندبروا هكا في البيت ديالنا ونشيطوا من المصروف ديالنا. بالنسبه للفلافل البنات كما كتشوفوا هنايا عندي ملونين، لقيتهم رخاصه البنات. هذه الفلفله ديك الملونه هذيك البنات كتكون دايره 25 درهم 20 درهم، انا لقيتها ب 6 دراهم، جبت منها تبارك الله واحد الكميه. صافي دهنتها هكا بزويته ودخلتها للفران. بالنسبه للقزبر والمعدنوس البنات غنصاوب معكم شرموله ديال الحوت كتجي زوينه، بالخصوص اللي كيكون تيدير الحوت بزاف المرات. علاش غيبقى كل مره كيدير شرموله؟ كنديروا واحد القريعه هكا فيها واحد الكميه هكا مهمه، وكنخليوها البنات في الباب ديال الثلاجه. نهار اللي كنبغيو هكا نديروا الحوت كنجبدوا ديك الشرموله ريحتها كتعطي. كما شفتوا معايا قطعت الربيع درتو هكا في الهاشواغ. الحمد لله البنات هاد الهاشواغ غادي نفعاتنا وسهلات علينا المهمه. كانوا والدينا كيدقوا الشرموله في المهراز، الحمد لله وشكر الله. كما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنت هكا مزيان داك الربيع زدت عليه واحد الفلفله حاره كتبقى اختياريه وواحد الراس ديال الثومه البنات، راكم عارفين عندي القزبر ومعدنوس بزاف. ودرت هكا التحميره والسودانيه والكمون وواحد نص كاس البنات هكا ديال الحامض حتى الكاس باش كتجي ديك الشرموله ديالنا هكا عاقده وفيها ديك الريح ديال الحامض. صافي وعاود طحنتها البنات على هذا الشكل هذا، طحنتها عاوتاني مزيان حتى تمعكات لي ديك العطريه هكا مع ديك الشرموله. صافي البنات وزدت عليها شويه ديال الزيت البلديه هكا وحركت مزيان البنات، وغنديرها في قريعه كما قلت لكم. نهار اللي يكون عندي هكا الحوت هذه كنديرها هي في الباب ديال الثلاجه. نهار اللي كيكون عندي الحوت كنجيب ديك القريعه كناخذ منها القياس اللي غادي يقدني. وصافي انا البنات هاد الشرموله راه ما كتخطانيش، انا ما كنديرش هكا فيما كنجيب الحوت عاد النوض كنصاوب شرموله كتكون عندي ملي كتسالي لي ديك القريعه كنعاود ندير قريعه واحده اخرى. بالنسبه للفلافل البنات هانتوما دهنتهم بزويته ساهلين كيجيو هكا تقشروهم. صافي هنايا قشرتهم وخليتهم حتى تسقطوا، راه كنت ديجا كنت غاسله الفلفله قبل ما ندهنها. صافي قشرتهم ودرتها في الشبيكه حتى هبط منها داك الماء ديال الفلفله اللي راكم عارفين مع الفران وداكشي الفلفله كتطلق الماء. صافي البنات هنايا وخديت هنا وغنبدا نقطعها شرائح البنات. هاد الفلفله عاوتاني غتحتاجوها لبزاف ديال الاستعمالات اليوميه. غتهزي منها اختي شويه وديري واحد جوج ماطيشات وهانتي درتي تكتوكه. غديري طويجين د الحوت تهزي منها واحد شويه وتزوقي به هكا من الفوق. وهذوك التتبيله يا البنات اللي غندير لها كتجي اكثر من رائعه. عرفتي انت كتحلي ديك الطاسه ديالك ولا القرعه ديالك اللي فيها هاد الفلافل كتبقاي تشمي واحد الريحه والله ما تسخي تسدي الطاسه. كما شفتوني
قطعت هكا ديك الفلفله شرائح. هنايا خديت المقله درت فيها الزيت البنات العاديه ديال الطيب، ما ديروش البلديه راه ملي كتحرق ما كتبقاش زوينه. درت هكا واحد الراس ديال الثومه ودرت واحد جوج فلفلات كيتقلاو في ديك الثومه وداك الزيت، فلفلات حارين. من بعد البنات ما بدا كيتبدل اللون ديال الثومه ولا ليا مارو، غنضيف عليها دوك الفلافل ديالي اللي كما شفتوا معايا من بعد ما تسقطروا. هنايا البنات وغنبدا نشحر في دوك الفلافل مزيان، نبدا نشحر فيهم. مني غنحس بهم بداو هكا كيتشرملوا ديك كيتقلاو قول لي في ديك الزويته وديك الثومه. غنزيد شويه ديال الملحه وغندير البنات واحد الحكه ديال الزعتر هكا تسخنيه من قبل وتحكيه مزيان باش يجي رقيق، وواحد شويه ديال اليازير وواحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى وواحد جوج معالق كبار ديال الزيت البلديه. حيت قلت لكم الزيت البلديه ما ديروهاش في الاول حيت غتحرق وما غتجيكمش هكا الفلافل فيهم ديك النكهه زوينه. صافي البنات وغنحرك مزيان، نحرك حتى يدخل هكا دوك الاعشاب المنسمه. صافي البنات ملي غنحس بها ما بقاش فيها الماء صافي غنطفي عليها ونخليها تبرد على جنب. هنايا البنات غندوز غنصاوب معكم الهريسه الطبيعيه بدون مواد حافظه البنات. الفلفله الحمد لله موجوده الحاره ورخيصه ماشي غاليه. الا كانوا وليداتنا كيعجبهم الحار علاش لا ما نصاوبوش لهم حار طبيعي. كما كتشوفوا معايا البنات هنايا خديت هذيك الفلفله الحاره ديك الصغيره وقطعتها البنات، بداو تشدوها من داك الرويس الخضر ديالها هكا باش ما تقيسوش يديكم بالحار. صافي وتاخذوا الموس وبداو تقطعوها هكا عشوائيا حيت اصلا غتطحن في الهاشوار. هنا البنات حيت ديك الفلفله الحاره حاره بزاف، انا زدت واحد جوج فلفلات حلوين هكا حمرين حلوين. صافي البنات وطحنتها في الهاشوار مزيان. وهنايا غناخذ المقله البنات ما يكونش فيها الماء، غناخذ المقله اللي تكون ما كتلصقش لينا وغنخوي فيها هي البنات ديك الهريسه. المهم ما تديوش على التصويره الاضاءه عندي شويه ضعيفه. صافي البنات وغنزيد واحد هكا 4 المعالق كبار ديال الحامض وواحد شويه ديال الثوم هكا بزايد الثومه وواحد نص كاس ديال الزيت البلديه. وغنبدا نشحر البنات في داك الحار، ما تحيدوش عليه يديكم باش ما يلصقش لكم ويتحرق من التحت. الا كانت عندكم المقله بحال اللي عندي انا ما كتحرقش راه ما عندكم مناش تخافوا. صافي البنات هنا كما كتشوفوا معايا زدت معلقه ديال الملحه وجوج معالق صغار عفوا ديال سنيده. هذيك سنيده البنات مع الملحه عرفتي كتجي واحد المذاق في الهريسه ولا اروع. صافي وزدت واحد الورقه ديال سيدنا موسى كتبقى اختياريه وغنبقى البنات نشحر حتى نحس بديك الهريسه عفوا ما بقاش فيها حس الماء، بقى عي داك اللب ديال الهريسه. صافي البنات هنايا طفيت عليهم هما وديك الفليفلات وخليتهم اختي كيبردوا. هنايا البنات رجعت لقيت ديك المطيشه اللي طيبت معاكم كلها بردات عاد باش نديرها في الهاشوار باش ما تخسرش ليا عفوا. صافي وهنايا غنبدا نطحن البنات في ديك مطيشه كما كتشوفوا. هذه الاولى اللي في الكوكوط راه ديال البيتزا هي اللي فيها البصله وفيها الربيع. هذه كتبقى البيتزا هكا اللي بغيتو ديروا بيضات ومطيشه المهم على حساب. هذيك منسمه هذه المطيشه هذه منسمه. صافي غنطحن البنات في الهاشوار مزيان وغناخذ هكا الصفاي وندير تحت منه بانيو ونصفيه مزيان من ديك الزريعه وديك الجلده ديالها. هاد الصوغيزه البنات كتجي بنينه ما فيهاش ديك النسمه ديال الحموضه، ما حتى الجلده اللي فيها ما كتعذبكش هكا ملي كتكوني كتصفي الصراحه كتجي ولا اروع. هذه الصوغيز كنصحكم بها وتستغلوا البنات راها رخيصه، راها دايره 2 دراهم. استغلي شحال ما قديتي جيبيها وطيبيها وديرها في الكونجيلاتور راه ما غتضربش لك في الندم. صافي هنايا البنات هذيك ديال من بعد ما طحنتها غنعاود نردها البنات في الكوكوط وغنعاود طيب عاوتاني باش كتحمر كتطلق ديك الحموريه ديالها وكيجيكم لاصوص ديالها زوين. صافي نفس اللي درت الاولى درت المطيشه الثانيه ديال الحريره حتى هي طحنتها وصفيتها ورديتها حتى هي هكا كطيب في الطنجره ديالها. هنا البنات هاد الفلفله حمراء لقيتها رخيصه البنات رخيصه دايره 4 دراهم. نتوما راكم عاقلين في رمضان العام اللي فات الفلفله وصلت ل 25 درهم اختي. مني لقيتها ب 4 دراهم علاش اختي ما نستغلش ونجيبها انا صراحه كنحتاجها كندير بها هكا التحميره كندير بها هكا كنحتاجها للبيتزا. قطعتها هكا كما كتشوفوا معايا درتها في ميكات غنحتاجها للاستعمالات اليوميه. غنبغي ندير بيتزا غنجبد شويه غنشحرو في مقيله وهنا درت بيتزا. الا بغيت ندير بها التحميره ان شاء الله في شي فيديو غنوريكم الطريقه كيفاش تصاوبوا التحميره طبيعيه لراسكم. هنا البنات كما كتشوفوا معايا من بعد ما طابت ليا مطيشه كتشوفوا البنات كتجي حمراء والله ما تفرقوا ما بينها ومن المطيشه ديال الحك. هنا البنات كما كتشوفوا معايا هنا وصلنا هذا الشيء راه ماشي سهل البنات راه كيجي هكا في المونتاج ساهل. هادشي راه كياخذ وقت ولكن كتهناي وكديري شي حاجه طبيعيه عندك في دارك وكتاكليها وانت فرحانه وعارفه شلون طيبه. صافي البنات كما كتشوفوا معايا ديك الفليفلات راه انا درتهم في ميكاته وما غنديرهم في كونجيلاتور. هذيك الفلافل البنات اللي طيب درتهم في طاسه كما قلت لكم وغنديرهم في التحت في الثلاجه وغنبقاو وقتاش ما بغيت منهم شويه. بغيت نصاوب تكتوكه غنجبد شويه، بغيت هكا طويجين ديال الحوت غنجبد شويه. مطيشه البنات كنفرقها هنا انا كنديرها في هذوك ديال الفلو
سمحوا لي على الاضاءه، كنديرها في هادو ديال الفلو باش كتجيني ساهله، ما كتجينيش هكا الا درتها في الميكا عشوائيا. ملي كنبغي ندير هكا شي حاجه كتجيني. ها نتوما انا وريتكم في هادو، كنت درتهم في واحد دوك البول ديال القهوه. ها نتوما البنات كتجي ساهله، كتجبدي هكا وحيده. نتوما كتشوفوني ديما كنطيب بها، وكنتمنى الاقتراح اليوم